أهلًا يا جماعة، أنا عاوزة أسأل سؤال، بجد إيه المغزى من اللي إحنا بنعمله؟ لحظة صمت عشان نسأل الأسئلة المهمة، إيه المغزى بقى من اللي إحنا بنعمله؟ إيه المغزى من العيشة لو كلها قلق بجد؟ أنت مش بتبقى متضايق أو قلقان بس في الموقف اللي يضايق ويقلق، لأ، تبقى متضايق وقلقان قبليها، ومتضايق وقلقان في الموقف، ومتضايق وقلقان بعد الموقف عشان نتيجة الموقف. حتى وقت الراحة مبتعرفش تستريّح عشان متضايق وقلقان لحاجة حصلت قبل كده هي لسه هتحصل. إيه المغزى من العيشة كده بجد؟ والمشكلة إن القلق قبل وبعد الموقف بيبقى أكبر أصلًا من الموقف نفسه، لإن الدماغ وهم الدماغ والشيطان بيعرف فعلًا يكبّر الأفكار ويخلّيها اللي هو يا للهول، ده حصل معضلة، وهي تلقاها حاجة عادية وتلاقيك أصلًا مش دايمًا، بس في ناس كتيرة بتبقى مدمنة القلق. عشان يحس إن في حاجة في حياته، لإن حياته لو فضِت من القلق هتبقى فاضية، مش هيلاقي حاجة يتغذى عليها، مش هيلاقي حاجة يحس بيها إن هو عايش، فبيقلق، رغم إن هي مشاعر وحشة وبتضايق إلا إن هي مشاعر، فأنا موجود، لإن أنا مش عارف أوصل للمشاعر الكويسة، فعلى الأقل أحس أي حاجة حتى لو وِحِش، الحاجة لو إحنا عِشناها في وقتها بس مش هتاخد كمية الطاقة اللي بتاخدها قبل وبعد. حاجة ممكن تكون عبيطة أصلًا بس إحنا بدماغنا كبرناها وتوقعنا كل السيناريوهات السيئة، وأسأنا الظن في كل حاجة، أسأنا الظن في ربنا وفي نفسنا وفي الحاجات اللي اتعلمناها قبل كده وفي القدر والكون وكل حاجة كانت ممكن تساعدنا، وأسأنا الظن في الشخص التاني. إحنا ما عطيناش أصلًا فرصة للاحتمالات الكويسة إن هي تبقى موجودة، وحكمنا على نفسنا بالحاجة الوحشة. فعلًا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فعلًا الإنسان هو اللي بيظلم نفسه. خسارة نضيّع كل الاحتمالات الإيجابية اللي كانت ممكن تحصل، كانت ممكن تفاجئنا. خسارة إن إحنا مش قادرين نتخلى عن السيطرة شوية ونثق شوية. خسارة إن كل التجارب بتاعتنا بتنتهي بالخذلان عشان حكمنا على نفسنا بكده. خسارة إن إحنا اللي بنظلم نفسنا. فإحنا ممكن نغيّر ده عادي، ممكن نستغفر على ظلمنا لنفسنا، وندرك إن إحنا ظلمنا نفسنا والناس التانية والحياة، وسنظل في ربنا. عادي، الإنسان بيغلط، المهم إن هو يرجع عن الغلط. عادي إن إحنا كنا مصعبين الأمور، عادي إن إحنا كنا بنشوف الاحتمالات السلبية و و وضاغطين نفسنا من القلق والأوهام، اللي ممكن ما تكونش أوهام، ممكن حاجة تحصل عادي، بس تحصل في وقتها بقى، وقتها بقى يبقى رحمة ربنا موجودة، ونطلب منه يا رب هوِّن، يا رب سهِّل، كل الحاجات دي. بس في وقتها، قبليها بقى نقول إن شاء الله خير. إن شاء الله في لاب دي تسكت، إن شاء الله الشخص يكون قصده كويس، ولو قصده وِحِش ما فيش مشكلة. يا ترى نتعامل مع الموقف ده إزاي؟ يا رب ارشدني please قُل لي أعمل إيه؟ نتدرّب، كلّه بالتدريب، ما فيش حاجة بتيجي كده، خصوصًا إن إحنا عايشين في مجتمع بيعزّز ده، كل الناس كده، مش كلّها، معظم الناس كده. طبعًا أنت لو ضحكت وكنت مبسوط ومرتاح ده أنت بقى شكلك مجنون، شكلك مش عايش معانا. لو حد بيضحك بيقول الضحك من غير سبب قلة أدب، لكن لو حد مكشّر ما حدش قال التكشيرة من غير سبب قلة أدب، لأ، هو الضحك بس، لازم يستكتروا علينا الضحك. الأسهل إن أنت تقع في في الوهم، رغم إن أنت بتدفع تمن كبير برضه، يعني في كل الحالات بتدفع تمن، بس اختار بقى الحاجة اللي أنت عاوز تدفع التمن فيها. اختار تكون واعي بمشاعرك، اختار إن أنت تغيّرها وتتدرّب عليها، اختار تبقى واعي بنفسك وتطبطب عليها، وتتعامل أنت معاها بشكل مختلف عن الطريقة اللي اتعاملت بيها أنت مع نفسك بيها قبل كده، أو حد عاملك بيها قبل كده. الحياة فيها كل حاجة، فيها السلبي وفيها الإيجابي، فيها الإيجابي بنفس درجة السلبي. صعب إن أنت تشوف كده في الوقت اللي أنت بتكون محاصر فيه بالسلبيات، بتبقى حاسس إنه يا للهول الكوكب ماله والناس مالها، ودي حقيقة، ولكن هاختار أشوف الحلو في الوحش برضه، وأزمة وهتعدي، ما ليش دعوة، وهاستخدم كل السبل اللي ربنا عطاها لي
عشان أبقى كويسة في الوقت ده، حتى لو باعملها بصعوبة، بس نفسي تستاهل، الحياة اللي أنا عاوزاها تستاهل، لإن الاتنين ليهم تَمَن كبير، بس أنا هاختار أدفع التَمَن في الحاجة الكويسة. أنا هاصلّي، أنا هاستغفر، أنا هاقرا قرآن، أنا هانام بدري، أنا هاقوم للفجر، أنا هاقعد بعد الفجر، أنا هاكل كويس وأنضّف أكلي، حتى لو الأكل العاطفي هجم عليَّ وخلاص أنا عاوزة أكبس مشاعري دي مش عاوزة أحسّها، هاتوا لي أكل دسم، لأ، أنا هانضّف أكلي، أنا هاعمل رياضة حتى لو خفيفة، حتى لو مش قادرة أقوم من على السرير. أنا كنت باحب أصعّب الأمور وكنت باحب باحس دايمًا إن أنا في تحدّي مستمر وباتعلّم حاجة بشكل مستمر، رغم إن دي ليها منظور إيجابي، إن هو مش باستسلم وكده، ولكن كنت دايمًا بادوّر على فين المشكلة عشان أبدأ أحلّها، بس لأ، مش محتاجة الsuspense ده عشان أحس إن أنا عايشة، أنا ممكن أبقى عايشة في الملل عادي وهاتصالح مع الملل وهاسهّلها تسهل إن شاء الله، وهابطّل أتعلّق بالنتايج والمثالية وآراء الناس، وحاول أنت كمان، وده مش كلام تنمية بشرية، دي حاجات محتاجة تتطبّق وتتدرّب عليها، وتتجاهل القديم وتستثمر في الجديد، بس مش كلام كليشيه، هو ممكن يبقى كليشيه، أكيد كليشيه لسبب، أكيد كل الناس بتقوله لسبب، محتاج تفكّره لنفْسك كل يوم. حبيت أقول ده على السريع كده عشان حسّيت نفْسي إن أنا كنت هاتزنق في الzone ده، فقُلت أفكّر نفْسي وأفكّركم، وإن دايمًا في حاجة حلوة وحاجة وحشة طول الوقت، شوف أنت هتختار إيه بقى، بس، سلام.